يا صباح الخير عليكم او مساء الخير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا قبل ما نبدأ نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. تعالوا بقى نشوف الاكله بتاعتنا النهارده ايه، والدنيا كده بتشتي. كل سنه وانتم طيبين. طبعا قعدتهم من المدرسه وقلت ايه اعمل لهم اكله كده حلوه. هنعمله النهارده ان شاء الله صينيه مكرونه بالبشاميل. سهله خالص وما فيهاش اي حاجه. انا طبعا بحب البشاميل اللي هو الجاهز ده، بحس طعمه بيبقى احلى. وكيلو لبن. قبل ما تولعي هنقلبه اهو، هندوبه البشاميل الاول، عشان لو ولعتي عليه وانت لسه ما دوبتيش البشاميل هيكلكع منك، خلاص باظ كده. فخلي بالك من الخطوات دي الصغيره بتفرق. بس وهولع كده. بس انا زودت بقى شويه دقيق ونص كيلو لبن تاني، عشان انا بحب المكرونه البشاميل اللي بيبقى فيها ايه بشاميل ياما. خلاص المكرونه بتاعتنا اتسلقت اهي. وما تكمليش السوا للاخر، 3/4 سوا، عشان هي لسه هتكمل السوا بتاعها في الفرن. والبشاميل خلص معانا اهو زي ما قلتلكوا. زودت شويه دقيق بس قبل ما يسخن، يعني قبل اللبن ما سخن معايا زودت شويه دقيق وشويه لبن، حوالي نص كيلو كده اهو. بحب البشاميل كده بيبقى ما شاء الله باين فيها كده وطعمها احلى. واللحمه المعصجه اهي معانا، وجبنه تركي مبشوره وموزاريلا مبشور. ولا اسهل من كده. يعني الناس اللي بتقول البشاميل لا بياخد وقت، خالص خالص. يعني اللحمه هتعصجيها من بالليل، هتصحي الصبح ان شاء الله هتقومي سلقه المكرونه وتعملي البشاميل. سهله هي، ما فيهاش اي حاجه. انا طبعا ما بحطش بيض، يعني ما بحطش بيض على الوش عشان الوش يحمر، لا انا بكتفي بالجبنه الموتزاريلا والجبنه التركي المبشور. وهندهن الصينيه حلو قوي كده عشان مفيش حاجه تلزق اهو. هنحط بقى نص كميه المكرونه. انا هنا مش بخلط اللحمه المعصجه مع المكرونه، لا، انا بخليها لوحدها كده طبقه في النص، بتبقى احلى يعني. وهنزل بقى باللحمه المفرومه، مش هحطها كلها طبعا، حسب ما الصينيه ايه تاخد معايا اهو. بس كده خلاص، هسيب دول بقى ايه نبقى نعمله بيهم ان شاء الله وصفه تانية. هحط برضو شويه ايه تركي مبشور كده في النص قبل ما نحط طبقه المكرونه التانية اهو. بس مش اكتر من كده. هننزله بقى بالطبقه التانية. انت لو عصقتي اللحمه من بالليل هتلاقي الموضوع سهل معاكي خالص، هتصحي الصبح خلاص يعني سلق المكرونه وهتقلبي البشاميل على النار. بس كده. طبعا الحاجات اللي تطلع من البشاميل الحله وكده افتحي عليها الحنفيه على طول، عشان لما بتنشف صعب يعني ان انت تطلعيها. فاول باول كده افتحي الحنفيه وتتغسل على طول. هنساوي بقى الصينيه كده، هنوزع كل حاجه فيها كده اهو، عشان ما تبقاش حتت عاليه وحتت واطيه. وهننزل بقيه البشاميل. يا سلام بقى لو عندك حته زبده كده هتحطيها على البشاميل وانت بتقلبيه على النار، بتدي طعم تحفه تحفه اهو. هوزع بقى البشاميل حلو كده، عشان الصينيه كلها ايه تبقى فيها بشاميل على الوش. بس كده خلاص خلصتها. هحط بقى ايه الجبنه المبشوره التركي والموتزاريلا. ما شاء الله اهي ما اخدتش وقت مننا خالص. اللهم بارك.
انا كنت هشيل شوية بصراحة، بس قلت ايه لا بالمرة بقى ايه اكمل الصينية اهو. انا بحب احط التركي المبشور مع الموتزاريلا عشان تديني طعم الايه الجبنة التركي حادقة. الموتزاريلا لا ملهاش طعم، هي بتديكي المطة بس. فانا بحب احط الاتنين عشان الطعم يبقى مظبوط اهو. بس كده خلاص اهو. اخدت وقت خالص يا بنات؟ ما اخدتش وقت خالص. اهي شكلها ايه ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. اهي قربت لكم الصورة اهي عشان تشوفوها. بصوا بقى شكلها لما طلع، والله يا جماعة الريحة فظيعة، تحفة تحفة تحفة. بصوا البشاميل اهو، زي ما قلت لكم بحب البشاميل اللي فيها ياما. الف هنا يا رب للي اكل، والف هنا للي هياكل.